حادثة خطيرة صارت داخل مدرسة شارع الطيب المهيري في سيدي بوزيد، وين وليد تلميذ دخلت للمؤسسة من الجهة الخلفية مستغلة أشغال الصيانة، وتوجهت مباشرة القسم واعتدت على تلميذ قدام زملائه. المعلم تدخل باش يوقف الاعتداء ويحمي بقية التلامذة، لكن للأسف تعرض هو زاد للعنف بعد ما تضرب بسخان كهربائي كان مستعمله في نشاط تطبيقي، وتسبب ليه في إصابات جسدية استوجبت نقله للمستشفى. الحادثة هذه رجعت للواجهة مسألة اختيرة: سلامة المدرس وكرامة المعلم. المعلم مش طرف في الصراعات، المعلم يربي في أجيال وكرامته خط أحمر. العنف داخل المؤسسات التربوية ينذر بالخطر ويستوجب تدخل عاجل لحماية الإطار التربوي والتلامذة مع بعض. التحقيقات ما زالت متواصلة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.